سر وراء إيقاف كابتن أحمد شوبير. كابتن أحمد شوبير مش اتوقف لمدة أسبوعين بس، ده البرنامج بتاعه اللي هو على قناة الأهلي، برنامج حارس الأهلي اتوقف لمدة أسبوعين، وكابتن أحمد شوبير اتوقف هو كمان مع البرنامج لمدة أسبوعين، وقناة الأهلي تم تغريمها أكتر من هم 100,000 تقريبا، 100,000 جنيه. طيب ليه؟ وإيه السبب؟ يعني مرة واحدة كده كابتن أحمد شوبير وقناة الأهلي قال لها. طيب مين اللي عمل كده ومين السبب؟ نادي الزمالك رفع شكوى رسمية ضد كابتن أحمد شوبير، إن هو يعني بيقول في تصريحات على نادي الزمالك مش عارف إيه، أنتوا عارفين يعني، وكلام يعني غير مباشر كده، فبالتالي أصبح في يعني مشاجرة بين الناديين طبعا. وفي الآونة الأخيرة كان في مشادة كبيرة بين ميدو، كابتن ميدو وكابتن أحمد شوبير. بس مش ده السر. السر بقى إن الكابتن أحمد شوبير في الحلقة الأخيرة أو قبل الأخيرة قال طب ما الجمهور يكسر، طب ويعمل مش عارف إيه، وبالفعل الجمهور بعدها كسر وعمل ونزل عقوبات وغرامات على الجمهور بسبب اللي اتكسر واللي عمل واللي حصل في أثناء المباراة. فالعقوبة نزلت بناء على التصريحات اللي هو قالها واللي حصل، يعني بعد ما التصريح بتاعه قاله حصل. اتفضل يقول لك طب ما الجمهور كسر والجمهور مش عارف ايه، طب يعمل، وبالفعل الجمهور كسر، وحصلت مشادات ومشاجرات وحصلت مشاكل كبيرة. ده غير طبعا كمان السبب الرئيسي هو نادي الزمالك، يعني السبب الرئيسي نادي الزمالك، لان هو مقدم شكوى رسميه في قناه الاهلي وكابتن احمد شوبير بسبب التصريحات بقى. ويعني مره من المرات كان طالع مره، يعني اللي انا اتذكرها من المرات، كان الاهلي فاز على الزمالك من 3 4 شهور في السوبر المصري، طلع يقول لك مشغلين السرينه بقى. ايه ده يا جماعه؟ في ريحه شياط، انا شامم ريحه شياط، وحد مولع حاجه؟ انا شامم ريحه شياط. هو يعني مش قصده الشاط ان في حاجه يعني بتسيح، لا، هو قصده الشاط ان فين، ان الجماهير بتاعه الزمالك زعلانه ومتضايقه وشايطه يعني. فالتصريحات دي بقى اتراكمت بقى، دي تتراكم على دي وتتراكم على دي، لحد ما في النهايه البرنامج بتاعه اتوقف اسبوعين. وكمان هو شخصيا يعني الكابتن اتوقف اسبوعين بسبب التصريحات اللي هو قالها. طبعا في ناس بتقول ان اسبوعين شويه، في ناس بتقول طب ليه ما خلوهمش مده مش عارف. انا مش هحدد ولا هقول هو يقف اسبوعين ولا يقف قد ايه، انا بقول لك اللي حصل ومن لسان الاعلام، يعني انا بنقل لك من لسان الاعلام، زي ما الاعلام كاتب انا بنقل لك من لسان الاعلام.